اكتشف عدوية وحصل على المرياسة. من هو الريس بيرة؟ يعد خليل محمد خليل واحد من أبرز الملحنين في الأغنية الشعبية، وقدم العديد من الفنانين ومن أبرزهم الفنان أحمد عدوية، تاركا خلفه إرثا كبيرا في العالم الغنائي. وتحل اليوم ذكرى ميلاد المؤلف خليل محمد خليل، المعروف أيضا باسم الريس بيرة، والذي ولد بحي الحسين في 12 يونيو سنة 22. مؤلف وملحن مصري يدعى خليل محمد خليل، ولد في حي الحسين في 12 يونيو 1922، واكتسب شهرة واسعة في الستينات وتألق بشكل خاص في السبعينات بعد اكتشافه لأحمد عدوية، حيث كتب ولحن له أغنية السح الدحنبو، مما أطلق عصرا جديدا في عالم الغناء الشعبي. من بين أعماله الأخرى نجد أغنية كركشندي دبح كبشه لأحمد عدوية، ويا شاي يا واد يا جن لكتكوت الأمير، وأسمر يا سمارة اللي غنتها المطربة شريفة فاضل. وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت لتلك النوعية من الأغاني في ذلك الوقت، إلا أن ألبوم بنت السلطان لأحمد عدوية من تأليف وتلحين الريس بيرة معظم أغانيه كانت أول ألبوم في مصر يتجاوز مبيعاته مليون شريط. وفي حوار له مع مجلة العربي عام 1999 صرح الريس بيرة قائلا: كنت أطمح لأن أكون فنانا شاملا وقدمت العديد من الأغاني. وأضاف الريس بيرة: غنيت اللون الصعيدي والموال الشعبي والطرب، وقدمت طربا رائعا، ولهذا حصلت على المرياسة في سنة 34 وكان عمري حينها 12 عام. أما عن اكتشاف عدوية، بدأ عدوية مسيرته الفنية منذ صغره، حيث كان يغني في المقاهي والأفراح، ومع مرور الوقت استمر في تقديم العروض في حفلات متنوعة، بما في ذلك حفل زفاف الملك فاروق، لكنه لم يكن معروفا بشكل واسع. تغيرت الأمور في سنة 72 عندما غنى عدوية أغنية السح الدحنبو اللي كتبها ولحنها الريس بيرة، وكانت الأغنية تغنى من قبل مطربين آخرين غير معروفين، لذا يعتبر الريس بيرة هو من ساهم في شهرة عدوية. أثارت الأغنية جدلا كبيرا بسبب كلماتها الغامضة، مما جذب انتباه عاطف منتصر صاحب شركة صوت العرب، الذي سمع عدوية وهو يدندن بها، وقرر منتصر أن ينتج له اسطوانة تحتوي على هذه الأغنية، وهو ما حدث بالفعل. وحققت الأغنية نجاحا كبيرا في عالم الفن الشعبي رغم وجود فنانين كبار مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، ورغم الانتقادات اللي وجهت إليها بأنها تسيء للذوق العام، إلا أنها نالت شهرة واسعة. ويقول الريس بيرة إن الأغنية جاءت نتيجة موقف مر به في أحد الأيام، كان يحاول التصالح مع صديقه بشأن زوجته، وكانت الزوجة تحمل ابنها الصغير على كتفها، ثم تركته وذهبت لتحضر الشاي. استمر الطفل في البكاء، فقال لها: احمل الواد من الأرض فهو سيتأذى، فردت عليه: اعطي الواد لأبوه. ومن هنا جاءت فكرة الأغنية. أما عبارة السح الدحنبو فقد كان يستخدمها في السابق أثناء ملاعبته للخروف، ورغم الهجوم الكبير على اللي تعرضت له الأغنية والاتهامات التي وجهت إليها، إلا أن ألبوم بنت السلطان كان أول ألبوم مصري يتجاوز المليون جنيه في مبيعاته. ويقال أن الريس بيرة وعدوية لم يتعاونا معا مرة أخرى بعد ذلك، ولكن اسم الريس بيرة ظل مرتبطا بعدوية بسبب النجاح الكبير الذي حققته الأغنية. يذكر كمان أن الريس بيرة شارك في فيلم الجبان والحب اللي عرض سنة 75، وتتضمن بطولة العمل كل من حسن يوسف وشمس البارودي وهند رستم وشويكار وعمر الحريري وزوزي نبيل واحمد الجزيري وناهد سمير ومحمد رضا ونعيمة الصغير وفتحية شاهين ومحمد ابو حشيش. اما عن وفاة الريس بيرة، استمر الريس بيرة في عضويته بنقابة الموسيقيين المصرية حتى وفاته في 6 يونيو 2008 عن عمر ناهز 86 عام.